هل الأجهزة الآيفون التجميع تستحق الشراء ولا لا تستحق الشراء؟ اكتر سؤال بيجي لي على الخاص وساعات بيجي لي في كومنتات كتيره جدا، فانا عامل الفيديو ده مخصوص لصاحب السؤال ده او الناس اللي عايزه تعرف اجابه السؤال ده. التجميع في الايفون بالذات او في الاجهزه الفلاج شيب بينقسم الى 4 اقسام. خليني اكلمك على اول قسمين وهو اهمهم، هو A بلس و A. الاي بلس ده بيبقى تجميع، بيبقى الجهاز مستعمل وبيعيدوا انتاجه من اول وجديد في جبل عالي في دبي او في الصين، وبيعيدوا انتاجه. بس بيبقى ليه بيبقى ايه بلس؟ لانه بيبقى اكتر حاجه بنسبه 80 ل 90% متجمع بقطع غيار اوريجينال، يعني شاشه اوريجينال، كاميرات اوريجينال، هاوسنج اوريجينال، ظهر اوريجينال، كل حاجه اوريجينال. طيب اما بالنسبه للايه ده بيبقى بنسبه 60 ل 70% تجميعه اوريجينال، يعني بتبقى الاساسيات شاشه اوريجينال، ممكن كاميرا لا. البطاريات طبعا ما بتبقاش اوريجينال الا طبعا في الاي بلس. ممكن لو الشاشه اوريجينال والكاميرا اوريجينال يكون الهاوسنج مش اوريجينال، اللي هو الهاوسنج الخارجي الظهر مثلا بيبقى فيه شويه تفاصيل. بعد كده عندك السي واللي بعديه اللي هو البي. السي والبي ده يعني من النادر لما بتقفش حاجه منه هنا في السوق المصري اصلا، لان السي والبي ده لو عيل صغير مسكه في ايده هيعرف ان الجهاز ده تجميع او الجهاز ده مش مظبوط. طيب تجيب التجميع ولا ما تجيبش التجميع؟ بصوا يا جماعه، هو في ناس بتحب الموديلات القديمه شويه، يعني في ناس لغايه دلوقتي متمسكه ان هي تجيب اكس اس ماكس بطاريه عاليه، وفي ناس متمسكه ان هي تجيب اكس واكس اس. ده في ناس والله بتسالني ساعات على 7 بلس بطاريه عاليه وكسر زيرو وحاله نظيفه. طيب الناس دي اللي هي متمسكه بالموديلات دي هي اللي هتضطر ان هي تخش في الاجهزه التجميع. طيب عشان تجيب تجميع وتكون انت واثق ان الجهاز ده شغال كويس، انا مش هقدر اقول لك حاجه زي كده، لان دي زي ما بيقولوا خبره سنين، يعني تعليم سنين. مش هاجي انا في فيديو اعلمها لك، يعني مش هستفزك بعنوان فيديو كده عشان اشدك واجيب فيديوهات واقول لك ايه تعالى اقول لك تشتري التليفون التجميع تعرف ازاي انهي ده الايه وده الايه بلس والكلام الهري ده كله. مش هيجي معاك ومش هيفيدك بحاجه اصلا. الحاجه الوحيده ان انت تشتري من مصدر موثوق منه. طبعا هتقول لي موثوق منه ازاي وهو بيبيع تجميع؟ بص حبيبي، لو انت لقيت حد جاي معاك دغري وبيقول لك الجهاز ده تجميع وهديك عليه الضمان اللي انت عايزه، انا شايف ان ده احسن الوحشين. ده لو اصلا هو مش وحش اصلا، ده راجل محترم جدا ان هو جايب تجميع وبيقول لك ان هو ده تجميع، انا ببيع لك ان ده تجميع، خده وهديك عليه ضمان. هديك ضمان بقى اسبوعين، هديك ضمان شهر شهرين، انت هتجرب الجهاز بتاعك فيهم. ولو الجهاز فيه مشكله لا قدر الله، ادام الراجل ده بامانته قال لك ان ده امين ان ده تجميع، يبقى ان شاء الله هيرجع لك الجهاز. هو ده الحاجه الوحيده بس اللي انا اقدر اقول لك اشتري فيها تجميع. قدامك حد هيقول لك ان الموبايل ده تجميع وخده على ضمانتي، مبروك اعتمد. ما تستخدموش سنتين ويبان عيب ويبوظ منك بعد سنه ولا سنتين وتروح تقول له الله ينتقم منك انت نصبت عليا واديتني جهاز تجميع طب ما انت عارف يعني ايه الصعب في الموضوع؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. فانت عشان تشتري تجميع هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. شوف حد امين عنده امانه يقول لك ان الجهاز ده تجميع، اشتري منه وانت مغمض وخد فتره ضمانك خلصت، واكتب في الفاتوره مع العلم ان الجهاز ده تجميع بضمان 1 2 3 4 5. ده كان ملخص السؤال اللي انا بتسأله، هل التجميع يستحق الشراء او لم يستحق الشراء؟ تابعني يا صديقي لو اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات ومقارنات بين الموبايلات الايفون والفلاج شيب، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كان موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. اتمنى ان انت تتابعني على الفيسبوك بيج لو انت مش متابعني، احمد_تربو. ويا سلام بقى لو رحت كده معايا بسبسكرايب جميل على اليوتيوب احمد تربو. هستنى رسائلك على الانستجرام وهحاول ارد عليها على قد ما اقدر. والله كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.